اهلا وسهلا بحضراتكم وكل سنه وانتم طيبين. النهارده هنستعرض واحده من كلاسيكيات طب وجراحه العيون، النقاش او الجدال او الخناقه اللي ما بين الناس اللي بتفضل الليزك والناس اللي بتفضل الليزك السطحي. والنهارده هنستعرض هذه الخناقه وهذا الجدال اللي تم في وقت قبل كده سابق، وانا قديم شويه معلش، والجدل اتحسم لمصلحه مين ومين اللي انتصر، فريق الليزك ولا فريق الليزك السطحي. واللي ما يعرفش، هو اول عمليه تم اختراعها هي عمليه الليزك السطحي. ما كانش فيه حاجه او وسيله ان احنا نرفع فلاب او شريحه من القرنيه. وبعد كده جت عمليات الليزك وتم اختراع جهاز المايكروكيراتوم، وكانت فكره العمليه ان احنا بنرفع طبقه رفيعه من القرنيه نصلح النظر ونرجع الطبقه دي مكانها تاني. وفي وقت من الاوقات كان في جدل كبير قوي، وكان اطباء العيون منقسمين لفريقين، حتى ان كلمه ترندنج دي كانت مستخدمه عندنا واحنا كنا عارفينها من قبل ما تظهر للعامه، وهو تفضيل الاطباء بتوع العيون لاستخدام ايا من التقنيتين. وكان في دايما جدل كبير قوي في كل المؤتمرات العلميه العالميه ما بين الفريقين. كل فريق بيقول ان العمليه اللي انا بعملها هي العمليه الحق. وفي الفيديو ده هنعرف الموضوع راح لفين بالظبط، وهل صح اصلا ان الدكتور يكون متبني عمليه واحده فقط هو اللي بيعملها او اغلب حالاته بيعملها ولا لا. بس قبل ما نعرف المواجهه انتهت لمين، عايزين الاول نشوف دوافع كل فريق فيهم. وهنبدا بفريق الليزك. والله عملية الليزك عملية كويسة، ما فيهاش الألم بتاع الليزك السطحي، المريض بيقدر يمارس الحياة بتاعته في وقت قصير جدا، والدنيا بتكون كويسة، وما فيش داعي ان احنا نقلم العيان ولا ان هو يستنى اسبوع في البيت. وكمان ممكن الطبقة السطحية في بعض الناس ما تلتئمش. كمان هو مش بيستخدم في كل الحالات، زي طول النظر مثلا تكون النتيجة بتاعته مش كويسة، او الاستجماتيزم المختلط الميكسد استجماتيزم. عشان كده احنا بنحب نستخدم الليزك، واحنا شايفين ان تقنية الليزك تقنية ناجحة وافضل من الليزك السطحي. ونروح للفريق الثاني، فريق الليزك السطحي. والله هو لو المريض هينتظر يومين او ثلاثة في مقابل انه يعمل عملية امنة مفيش مشكلة. ايوه احنا عارفين ان هي ما تحصلش لكل المأساة، بس في دلوقتي مادة جديدة اسمها مادة الميتومايسين، دي مكنتنا ان احنا نصحح مقاسات اعلى، وده بدون ما يحصل زغللة فترة طويلة بعد العملية. احنا اهم حاجة عندنا الامان، مش مهم ان المريض ينتظر يومين او ثلاثة او حتى اسبوع او حتى اسبوعين في سبيل ان هو ياخد عملية امنة. وبالنسبه لمشاكل الفلاب او الشريحه او الحاجات اللي بدات تطلع مع الشريحه، احنا في العمليه بتاعتنا مش بنواجه المشاكل دي. زي ما حضراتكم سمعتم، كل فريق كان ليه وجهه النظر الوجيهه في العمليه بتاعته. طيب انا بالنسبه لي يعتبر ان انا اتربيت في المدرستين. انا اشتغلت في مكان بيشتغل اغلب الحالات بتاعته ليزك سطحي، وده انعكس عليا ان انا نفسي عامل العمليه بتاعتي ليزك سطحي، فانا مؤمن جدا باهميه الامان. وكذلك في حياتي بقى العمليه، تقريبا اغلب الحالات اللي انا عملتها هي مش ليزك سطحي. ولذلك احنا بنقول ان الدكتور المفروض ما يبقاش واقف عند حاجه معينه. ده لو احنا كنا بنقول ان كانت العمليه زمان ما بين الليزك والليزك السطحي، ده احنا طلع لنا بعد كده كذا حاجه. طلع لنا الفيمتو ليزك، طلع لنا الفيمتو سمايل، طلع تقنيات جديده جدا. اي نعم الترند بتاعنا دلوقتي كاطباء عيون هو البحث عن الامان، عشان كده طلع مصطلح اسمه باك تو سيرفيس، عوده الى السطح او عوده الى عمليات الليزك السطحي. مع تقدم الاجهزه بتاعه الليزك السطحي، ان الجهاز بقى بيشيل الطبقه السطحيه ويصحح النظر، او ما يطلق عليه ترانس بي ار كي. وكمان مع اختراع ماده الميتومايسين واستخدامها بكثره في عمليات البي ار كي، وده اللي بيقلل الهيز او الزغلله ما بعد العمليه، بقى في دلوقتي اهتمام مننا بعمليات الليزك السطحي اكتر، بقى في اهتمام مننا بالامان. وده رقم واحد الدكتور ممكن ان هو يهتم بيه، الامان في العمليه. فحص القرنيه بتاعك، في تطور هائل في فحوصات القرنيه. في فحوصات دلوقتي بقت بتقول لنا القرنيه بتاعتنا دي تستحمل التصحيح ولا لا. بقى في حاجات جديده. بس الجدل اتحسم لاي من الاثنين؟ لا، هو الجدل ما اتحسمش، لان بقى في جدل، بقى يعني بقى في ناس ما بتعملش غير فيمتو ليزك بس، بقى في ناس بتحب ان هي تعمل اغلب عملياتها فيمتو سمايل. كل دكتور بقى متمسك بالطريقه اللي هو شايف من وجهه نظره ان هي بتحقق له نتيجه كويسه. انا واحد من الناس اللي مش متبع هذه المدرسه تماما. انا عندي المريض، عندي كل الادوات، عندي كل الاسلحه اللي تخليني ان انا احقق له اللي هو عايزه، ان هو يشوف كويس، وفي نفس الوقت اللي انا عايزه ان هو يبقى بامان. فانا عندي كل التقنيات مفتوحه قدامي. انا مش من الناس اللي بتتجه مدرسه معينه، كل الحالات بتاعتي هشتغلها ليزك، او كل الحالات بتاعتي هشتغلها بي ار كي، او كل الحالات بتاعتي هشتغلها فيمتو ليزك. لازم نكون منفتحين، ما نقولش ان في حاجه معينه كويسه وحاجه معينه مش كويسه. وفي الاخر احنا بنهدف، زي ما انا قلت وبقول في الكلام بتاعي دايما، ان احنا نحقق حاجتين. ما ينفعش ان هم يكونوا مختلفين، لازم ان هم يكونوا مع بعض.
الامان والاستفاده. انا عايز احقق لك نسبه امان عاليه بالطرق العلميه والمعادلات اللي احنا بنقولها، وفي نفس الوقت احقق لك افضل جوده نظر ممكن. بس هو ده كان الموضوع بتاعنا بتاع الخناقه ما بين فريق الليزك وفريق الليزك السطحي. لو انتوا حابين ان انتوا تقترحوا موضوعات سيبوها لي في التعليقات، هقراها وان شاء الله باذن الله هعمل لكم الموضوع اللي انتوا عايزينه. مع السلامه.